صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 7 من الشهر التاسع من عام 1438 للهجرة عن تعامل قوات الأمن مع سيارة من نوع تويوتا سكويا معمم عن سرقتها بتاريخ 8 من الشهر الرابع من عام 1438 للهجرة، واستخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية، وما نتج عن ذلك من اشتعال النيران بها وانفجارها ومقتل من فيها وعددهم شخصان. فقد تبين من التحقيقات في الحادث النتائج التالية: أولا، أظهرت نتائج فحص الحمض النووي للشخصين اللذين وجدت جثتاهما داخل السيارة سكويا المذكورة على أنهما كل من المطلوب أمنيا فاضل عبد الله محمد آل حمادة سعودي الجنسية المعلن عنه كمطلوب أمني بتاريخ 29 من الشهر الأول من عام 1438 للهجرة، والمطلوب أمنيا محمد حسن آل صويمل سعودي الجنسية، وتبين تورطهما في عدد من الجرائم، وذلك على النحو الآتي: 1. الجرائم التي أكدت الأدلة مشاركة فاضل عبد الله محمد آل حمادة مع آخرين في ارتكابها، وهي كما يلي: قتل الجندي أول رائد عبيد عابد المطيري رحمه الله بتاريخ 28 من الشهر الثاني من عام 1436 للهجرة. إطلاق النار على مبنى شرطة محافظة القطيف بتاريخ 13 من الشهر 11 من عام 1437 للهجرة، والتي نتج عنها مقتل الجندي أول عبد السلام برج الصياح العنزي رحمه الله. السطو المسلح على مركبة نقل أموال بحي النابية بالقطيف بتاريخ 18 من الشهر 11 من عام 1437 للهجرة. إطلاق النار على دورية أمنية بخضرية الدمام بتاريخ 16 من الشهر 12 من عام 1437 للهجرة، مما نتج عنه مقتل كل من رئيس رقبة موسى علي القبي والجندي نواف محماس العتيبي رحمهما الله. إطلاق النار على كل من الجندي أول حسن جبار صهلولي والجندي مفرح فالح السبيعي، مما أدى إلى مقتلهما رحمهما الله بتاريخ 24 من الشهر الأول من عام 1438 للهجرة بالدمام. إطلاق النار على دورية أمنية نتج عنها مقتل الجندي أول سلطان صلاح المطيري رحمه الله بتاريخ 29 من الشهر الأول من عام 1438 للهجرة في القطيف. إطلاق النار على الجندي أول موسى دخيل الله الشراري، مما أدى إلى مقتله رحمه الله بتاروت بتاريخ 8 من الشهر السادس من عام 1438 للهجرة. خطف وقتل وكيل الرقيب هاشم غرمان الزهراني، وقتل العريف عبد الله عقيل محيل الدلبحي رحمهما الله بتاريخ 3 من الشهر الثامن من عام 1438 للهجرة في محافظة القطيف. 2. الجرائم التي أكدت الأدلة مشاركة محمد حسن آل صويمل مع آخرين في ارتكابها، وهي كما يلي: خطف وقتل وكيل الرقيب هاشم غرمان الزهراني، وقتل العريف عبد الله عقيل محيل الدلبحي رحمهما الله بتاريخ 3 من الشهر الثامن من عام 1438 للهجرة في محافظة القطيف. مشاركته في جرائم إطلاق النار على رجال الأمن. رصد حركة دوريات الأمن وهي تؤدي مهامها في حفظ الأمن في محافظة القطيف وتمريرها إلى عناصر إرهابية مسلحة لاستهدافها. 2. من خلال الفحص الفني بمعامل الأدلة الجنائية للأسلحة المضبوطة داخل السيارة، ثبت استخدام أحدها وهو سلاح من نوع رشاش في إطلاق النار على مبنى شرطة محافظة القطيف بتاريخ 13 من الشهر 11 من عام 1437 للهجرة، والتي نتج عنها مقتل الجندي أول عبد السلام برج الصياح العنزي رحمه الله. كما تبين من إجراءات فحص السيارة احتواؤها على عبوات حديدية متفجرة، إحداها انفجرت داخل السيارة ووجدت آثارها في الموقع. ووزارة الداخلية تعلن ذلك
لا تؤكد مواصلة الجهات الأمنية في إجراءاتها لحفظ النظام العام وردع المجرمين وكشف من يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة، وستبقى هذه البلاد بمشيئة الله آمنة مطمئنة عصية على مخططات الغدر والخيانة التي تنفذ استجابة لإملاءات جهات خارجية دأبت بشكل مستمر ومعلن على تهديد أمن المملكة واستقرارها ومقدراتها، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كما تجدد دعوتها لبقية المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم، وتهيب في الوقت ذاته بكل من تتوفر لديه معلومات عنهم المسارعة في الإبلاغ عن ذلك على الهاتف رقم 990، علما أنه تسري بحق المبلغ المكافآت المالية المعلن عنها سابقا. والله الهادي إلى سواء السبيل.